السلام عليكم. صباح الفل يا شباب. شوفوا لي الصوت ظاهر كده ولا لا؟ شوفوا لي الصوت ظاهر كده يا شباب ولا لا؟ شوفوا لي الصوت ظاهر كده يا شباب ولا لا؟ شوفوا لي الصوت. شوفوا لي الصوت يا شباب لو سمحتوا. ظاهر كويس جدا. دكتور كريم يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان نفسي الصوت يبقى ظاهر في المعمل، بس للأسف عايز اقول ايه، ما عرفتش اعمل لكم فيديو ازاي بتتم عملية الفرز في المعمل، وتاخد بالك ازاي وانت بتستلم كتكوت، ايه العيوب ايه المميزات. بس للاسف صوت الكتاكيت كان مغطي على صوتي، فما عرفتش اعمل لكم فيديو وانا هناك. بس هكلمكم على المرحلة الثانية بعد استلام الكتكوت، ودي مرحلة مهمة جدا، مرحلة النقل. هل ممكن استلم كتكوت جيد، مواصفات جيدة، متعوب عليها، معمل محترم، والنقل يبقى وسط ده كل ليلته؟ طبعا. النقل انت بتنقل، حضرتك بتنقل روح، كائن حي. العربية، التجهيزات، درجة الحرارة، رصة الإقفاص، الميعاد اللي بتخرج فيه العربية، كل دي أشياء مهمة. وأنا أعرف أسماء شركات المفروض إن هي كبيرة، بس للأسف بعض سواقينها بيبقى عليها إكسات كده أو عليها علامات استفهام. عشان أنا بشوف على السوشيال ميديا فلان الفلاني يقول لك أنا جبت كتكوت شركة كذا ممتاز زي الفل، والتاني يقول له يا عم ازاي ده كتكوت شركة كذا ده عندي كده اهو، في وفي يا جماعة. عربية زي اللي انا راكب فيها دي هتفيها العدد الفلاني في مساحة العربية، في مكعب العربية. لا، ممكن نص ساعة غلط من السواق يبوظ ده كل ليلته. ممكن السواق وقف بقى في السكة يشرب شاي بقى مزاجه حلو، في دماغه ان هو محمل طوب ولا زلط ولا اسمنت. لا، انت محمل روح، انت محمل روح. ودي رسالة لكل السواقين المحترمين، يا ريت تحافظوا على اسماء شركاتكم او قطعانكم، الناس اللي بتاكلوا من وراهم عيش. ما يجيش العميل يشتكي وتبقى الشكوى كلها عند السواق. انا بقولش ان السواقين، لا، سواقين العربيات فيهم اللي بيخاف على اللي رايح له الكتكوت واللي طالع من عنده الكتكوت، بس في نسبة كده ربنا يهديهم. ورسالتي كمان لاصحاب العربيات،
اختاروا سواقينكم يكونوا عندهم يعني شويه ضمير عشان اسمكم وسمعتكم، والله شويه ضمير عشان اسمكم وسمعتكم. الكتكوت المفروض يوصل للمزرعه على مسؤوليتك كصاحب قطيع او كموزع او ايا كان اسمك، يعني المفروض ان هو بيوصل المزرعه على اسمك وعلى مسؤوليتك. فانت اختار سواق محترم، حتى لو هتزود له المرتب شويه، دخان بتاع يعني انا في بعض الشركات كده انا بسأل على اسم السواق اللي جاي لي. طيب والمعمل؟ لا المعمل بيفرق. يبقى القطاع الفلاني محترم ويروح المعمل الفلاني يبوظه، والقطاع الفلاني محترم ويروح بردك معمل محترم زيه يظبط الاداء او يطلع كتكوت محترم. يبقى الامهات نفسها عليها دور تفريغ عليه دور. معلش لاني مطبق من امبارح صاحي، ف اقول لكم تصبحوا على خير. مشواري طويل، وحاولوا تعملوا مشاركات البث على قد ما تقدروا عشان تشجعوني انا ان انا اعمل فيديوهات مره واثنين وثلاثه واربعه تنصحكم لوجه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.